عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. دايما تفائلوا بالخير تجدوه. مش مختفي بقاله وقت، مش عارفة هو بيعمل ايه. عمالة انته عليه ما بيردش. يلا بينا ندور عليه ونشوفه بيعمل ايه مع بعض. يلا. ايه ده؟ ايه ده اللي بهدل الأوضة كده؟ ايه كل الألعاب اللي على الأرض دي؟ وانا بقول يا مشمش انت مختفي ليه؟ ينفع كده؟ مفيش نظام ولا نظافة خالص. ايه الالعاب المرمية في كل حتة دي؟ معقول كده؟ وعربيات وورق متقطع ومراكب. مراكب ورق يا مش بتعمل بيها ايه؟ يا ترى انت فين يا استاذ مش ومبهدل الدنيا كده؟ ينفع كده الالعاب اللي انت راميها على الارض دي؟ ينفع كده مفيش نظام؟ اكيد مستخبي، عارف ان انا هاجي ادور عليه. يا مش يا استاذ مش انت يا استاذ مش ايوه يا لول. انت فين؟ انا عماله ادور عليك. انا مستخبي هنا يا لول. مستخبي ليه يا مش وايه اللي انت عامله ده؟ ايه البهدله دي وايه الورق اللي انت مقطعه ده؟ كنت بلعب يا لول. بتلعب؟ حد يلعب ويبهدل الدنيا كده يا مش ولما خلصت لعب ما نظمتش مكان ما لعبت ليه؟ انا اسف يا لول. وايه المراكب الورق اللي انت عاملها والورق اللي انت مقطعه ده؟ اصل انا كنت عايز ارميهم في البحر. حد يحط مراكب مصنوعه من الورق في البحر يا مش انت فاكر انها كده هتمشي في البحر؟ ايوه يا لول. مش هي... ما ينفعش طبعا يا مش وبعدين ايه البهدله دي؟ معقول كده اللي انت عامله في الارض ده يا مش معقول؟ ايه كل الالعاب اللي انت راميها على الارض دي؟ انا اسف يا لول. يعني انت دلوقتي اعتذرت واعترفت بخطأك يا مش ايوه يا لول. هتعمل كده تاني؟ لا يا لول. طب المفروض ان احنا بعد ما نلعب ونتبسط ونستمتع بألعابنا بنعمل ايه؟ بننضف مكاننا. بننضف مكاننا علشان ده منظر مش كويس، صح يا مش؟ صح يا لول. يعني انت دلوقتي بتقول لأصدقائك ان احنا بعد ما نلعب ونخلص ألعابنا نرجعها زي ما كانت. ايوه. وبالنسبة للورق والمراكب اللي انت عاملها دي هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ هلمها يا لول. هنلمها كلها. برافو عليك يا مش يا ريت يا مش ما تعملش البهدلة اللي انت عملتها دي تاني وتستخبى. حاضر يا لول. علشان انا هعرف اجيبك يا مش. حاضر. بس برافو عليك يا مش ان انت اعتذرت واعترفت بخطأك وهتلم معايا كل اللي انت بهدلته ده. حاضر يا لول. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا نلم ونروق مكان ما عملت الالعاب اللي انت راميها على الارض دي يا مش. ودي الأوضة حبايبي بعد ما روقتها أنا ومشمش ونظمنا كل الألعاب ولميناها في الباسكت ده. بكده الأوضة بقت نضيفة وزي الفل. يبقى احنا بعد ما نلعب ونخلص لعب ونتبسط نلم ألعابنا تاني ونحطها في الباسكت بتاع الألعاب. برافو عليك يا مشمش ان انت اعترفت بخطأك وساعدتني وروقنا الأوضة وخليناها زي الفل. أنا مش شطور ونضيف، بحب النظافة بحب النظام، علشان كده أنا ولد جميل، بحب نظافة بيتنا ومدرستنا وأي مكان أروحه يكون نضيف، بنضف أول بأول ما بسيبش كراكيب. صح كده يا لولو؟ مش أنا ولد نضيف؟ أنا مش شطور ونضيف، بحب النظافة بحب النظام، علشان كده أنا ولد جميل. دلوقتي يا حبايبي هنتكلم عن النظافة وأهمية النظافة. النظافة مش بس نظافة جسمنا ولكن نظافة المنزل اللي بنعيش فيه، نظافة مدرستنا، نظافة الشارع، نظافة وسائل المواصلات والأماكن العامة. وكمان الحدائق اللي بندخلها، اي مكان بنروح لازم نهتم بنظافته. وكمان لازم الاهالي يزرعوا في اولادهم قيمة النظافة واهميتها ومن هم صغيرين. يهتموا بنظافتهم الشخصية، يهتموا بنظافة المكان اللي قاعدين فيه، يهتموا بنظافة فصلهم في المدرسة، يهتموا بنظافة الشارع، يهتموا باي مكان هم بيروحوه، يهتموا كمان بالاكل اللي بياكلوه. يهتم بأكلهم يكون أكل صحي، يهتموا كمان بلبسهم. وكمان لما يحبوا يلعبوا ويتبسطوا بنسيبهم يلعبوا براحتهم، ولكن لما بيجي يلعبوا ويخلصوا اللعب بتاعهم بنوضح لهم ان هم لازم ينظفوا
المكان اللي هم كانوا بيلعبوا فيه وينظموه. وكمان ما ننساش ان ديننا الاسلامي حثنا على النظافة. واكبر دليل على كده ان احنا بنصلي في اليوم 5 صلوات، و5 صلوات بيسبقها ايه؟ كل صلاة بيسبقها وضوء. فده شيء بيدل على النظافة. كمان حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على النظافة، حيث قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان يا حبايبي لما نهتم بالنظافة وخاصة نظافتنا الشخصية بنحافظ على صحتنا من الجراثيم والميكروبات والأوبئة المنتشرة حوالينا. وعافانا الله وعافاكم وحفظنا جميعا. ايه يا مشمش؟ هي لولو. ارجو ان انت المره الجايه ادخل الاوضه ما لاقيش الالعاب مبهدله الارضيه. حاضر يا لولو. يعني المفروض ان انت بعد ما بتلعب وبتتبسط بتعمل ايه يا مشمش؟ بنضف مكاني. بتنظف مكانك. انت شطور جدا يا مشمش وبتسمع الكلام. ايوه يا لولو. برافو عليك يا مشمش. يبقى يا حبايبي نهتم بالنظافة، لان النظافة ده موضوع مهم جدا، ولازم نعلم اولادنا ان النظافة من الايمان. والنظافة مش النظافة الشخصية فقط، لا، نظافة اي مكان بنروحه، سواء كان البيت اللي احنا عايشين فيه، سواء كان المدرسة، سواء كان الحديقة اللي بندخل نلعب فيها، او المواصلات اللي بنركبها، واي مكان بندخله لازم نحافظ على نظافته علشان نكون اولاد كويسين ونكون محبوبين من الكل. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة علشان هنزل لكم فيديوهات كتيرة تمتعكم وتبسطكم. وارجو ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده في بالمعلومة البسيطة دي، ومش كمان يكون بسطكم. ودلوقتي اقول لكم مع السلامة.